السلام عليكم. اليوم في شيوات وليد راح ندير لكم لي بتي فور. المقادير تاعو سهله وبسيطه. واش راح نحتاجو؟ اذا راح نحتاج عبر زبده طريه، عبر او كاس او العبر اللي حبيتي تعبري به عبري به. هذا يرفد حوالي كاس 240 مليلتر. عبر سكر عادي، حبه تاع البيض، مغرف صغيره تاع خميره الحلوى، مغرف صغيره تاع لافاني، وثلث عبار تاع الفارينه. اذا راح نبداو بطريقه التحضير. اذا راح نستعمل لنا لو روبو، تقدري تستعملي لو باتور او بيدك كما تحبي. اذا واش راح نديرو؟ راح نبدا ندير الزبده. بسم الله. الزبده طريه، عبار تاع الزبده طريه، نديروها لهنا. بهذه الطريقه. اذا راح نديرو معاها عبر تاع السكر. اذا نخلطوا الكل. اذا هنا راح نخلط حتى يولي الخليط تاعي كريمي. يعني هذه هي السر باش ينجح لك لي بتي فور، لازم يكون الخليط تاعنا يولي كريم. ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا بعد ما خلطت السكر مع الزبده راح نزيد الحبه تاع البيض، والمغرف الصغيره تاع لافاني، ونزيدو نخلطوهم. خلطوا المقادير كامل، البيض مع الزبده مع السكر كما راكم تشوفوا راهي كما كريم. راح نبدا نزيد الفارينه واللي هي ثلث عبار تاع الفارينه. بسم الله. نبداو العبار الاول ونبدا نخلط. نزيد العبار الثاني، ندير مغرف صغيره تاع خميره الحلوى، نزيد العبار الثالث، بهذه الطريقه. اذا ها هي العجينه تاعنا واجده. نحوها. الان نشكلوها كما حبينا. هذه العجينه تاع لي بتي فور كما قلت. اذا ها هي العجينه تاعنا. راح نجرب نحيها. كما راكم تشوفوا. اذا اليوم انا حبيت نشكلها لكم في هذه الاله هذه تاع البيستولي. كاين بزاف لي موديل منهم، انا حنستعمل هذا. ان شاء الله تعجبكم الطريقه. وراح يجوا معها بزاف الاشكال. يعني هنا تقدري تخيري الشكل اللي حبيتي. مثلا نخير هذا، نخير تاع الشجره. خيروا واش حبيتوا، الاشكال اللي تحبوهم نتوما. انا حنديروا بعض الاشكال. اذا نعمروا العجينه تاع البيستولي، نفتحوها. بسم الله. وهذه الآلة تاع البيستولي يعني الثمن تاعها ماهوش غالي. يعني تجربوا انكم تكون عندكم في الدار لانها بزاف عمليه. نعمرها بهذه الطريقه. اذا الان واش راح ندير؟
راح نثبت القطعه ونغلق البيستولي تاعنا. نجيب لو مول تاعنا، ولو مول لازم ما تدهنوهش، لانه الا دهناه ماشي راح ينجح لك العمليه باش تخدمي بالبيستولي تاعنا. لازم هكا، ما تدهنيه، ما ديروا والو، نخلوه ناشف. دابا راح نجربوا. ديروا الحبه الاولى بسم الله، وتحطوا لاباري تاعكم لاصقه مع المول، وتشكلي الحبه تاعك بهذه الطريقه. بهذه الطريقه. اذا هنا خلصت العمليه. اذا راح نكمل العمليه تاعي كما قلت لكم، تقدروا تبدلوا اي رسم وتشكلوا لي بتي فور تاعكم. انا حنكملهم كامل ونلتقي فيما بعد. كما نقدروا نشكلهم على شكل دي غوزاس في لابوش هادوي. ها هي لابوش وها هي لادوي. خيرت هذا الشكل المسنن، راح ندير فيه العجينه بسم الله. يعني عطيت لكم شحال من طريقه، كما تقدري باللمبوط عادي. بهذه الطريقه. إذا نشكلها. اذا راح نكمل الطريقه تاعي ونلتقي فيما بعد. اذا ها هم لي بتي فور تاعنا طابو. هذا تاع البيستولي كما راكم تشوفوا. هذو لي غوزاس اللي درناهم باللمبوط او بلابوش. هنا برك الطياب تاعهم غير تشوفوهم حماروا من تحت، شعلوا لهم من الفوق باش يحماروا ما يطولوش بزاف الطياب. كي تخرجوهم ما تمسوهمش من لو بلا تاعهم حتى يبردوا باش تنحوهم، لانهم يكونوا مازالوا خفاف. انا راح نلصقهم بلا جولي، تقدروا تلصقوهم بالمعجون كما حبيتوا. راح نبداو بهذو لي غوزاس بسم الله. انا حندير لا جولي وكل واحد يدير واش يحب. هنا يعني لكم الاختيار واش ديروا. حنلصق وندير لا نواه كوكو في الطرف بهذه الطريقه. ونحطوهم بجيه. اذا نخيروا حبه مع حبه، حبات اللي يكونوا كيف كيف. ديروا من بعد عبزوا ونحوا هذاك الفائض ونجوزوهم في لانوات كوكو. هاهم لي بتي فور تاعنا. راح نلصق من هذو تاع البيستولي. دائما نخيروا حبه مع حبه ونديروا لانوات كوكو. هاهم لي بتي فور تاعنا. راح نكمل.
اذا انا حنكمل التزيين كامل تاع لي بتي فور تاوعي. اذا ها هم لي بتي فور تاوعنا بعد ما عمرتهم درتهم لا جولي او المعجون كما تحبوا. درت لهم نواه كوكو في الطرف، او تقدروا ديروا الحبه تاع الحلوه ديك اللي تجي ملونه. ها هم هذو اللي خدمتهم بلا بوشادوي، او تقدروا تخدموهم باللمبوط. وهذه درت لهم بالماشينه تاع البيستولي كما حبيتوا، يعني لكم الاختيار في تشكيل هذه العجينه وتجي بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وإلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. والى اللقاء مع وصفه جديده، والى الملتقى.